السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ النهارده معانا حكاية ليون الجزء الرابع. فلا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، واهم حاجة هو الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وبلاش اطول عليكم ويلا بينا نكمل الحكاية. ولكنه بيتفاجئ لما يلاقي ليون قدامه، وهنا لوجين بيذهب للأنسة ليو عشان يسألها ازاي انتهت بهذه السرعة، وهل ده معناها ان ليون قوي حقا. وقتها كانت شانج خرج، وبتقول له ليو ماذا، وبتقول مع نفسها حتى لو اخبرته ان اللي عمل كل ده هو ليون مش هيصدق. فبتقول له انها كانت قادرة على الحصول على حل سريع، لانها قدرت تسيطر على طبيعة الوحوش اللي واجهتها. وهنا بيقول زميلة شانج إن ليون محظوظ جدا لأنه تمكن من البقاء مع ليو وحصل على المركز الأول. ولكن بيقول له تشانج حظ، أنا لا أؤمن بالحظوظ، وهذه مجرد كذبة لخداع الناس. وبعد 6 شهور بيخلص بطانة تقريبا على جميع الوحوش في البعد السابع، لدرجة إنه شعر بالملل من ده. ولكن بيقول لنفسه مفضلش إلا أيام على نهاية التدريب، وأكيد البطولة القادمة مثيرة للاهتمام، وهذا ما يسمى بطولة ترتيب مدن القارة الوسطى. وفي اليوم التاني بيتم استدعاء جميع الطلاب قدام الأكاديمية، وبيتكلم الآخرين إن الوقت مر بسرعة ومرت نصف عام. وقتها بيفكر ليون مع نفسه، وبيقول إن سرعة التقدم في الشهور ال6 الماضية أسوأ بكتير من غير استخدام نظام الظل، وده لأن النظام لم ينتهي من التحديث لسه، واللي استمر لمدة نصف عام. وبينزعج ليون من هذا الأمر. وهنا بيظهر تانج وبيقول لهم إن هذه المرة في شيء واحد وهيتم بعد أسبوع، وهو تصفية المدينة. وقلعة كلاود هتنزل إلى منطقة نهر راو، واللي هي نفسها يا صديقي قلعة السحابة السماوية. وعندها تكونوا فريق من 5 إلى 7 طلاب في كل مدينة، ومهمتكم هي قتل وحوش الأبعاد. وهيتم استخدام النقاط اللي هتحصلوا عليها من قتل وحوش الأبعاد كدرجة، واللي هيتم مقارنتها بعشرات المدن الأخرى للترتيب. وفي ذلك الوقت هتستمر عيون الفضاء ذات الأبعاد هذه في متابعتك لمدة 24 ساعة، وهيتم بث كل تحركاتك في نفس الوقت إلى المدن الكبرى حول العالم. لذلك لا تقم بأي حيل، ولا تنسى أن تحصل على درع النجاة التي أعدتها نقابة شيان خصيصا لكم. وأيضا يمكنك المشاركة منفردا، فاعملوا اللي عليكم وبالتوفيق للجميع. وهنا بيقول ليون إن أكيد الأمر هيكون ممتع، وبيفكر يبحث عن الأنسة ليو ويشكل معاها فريق، ولكنها بتعتذر منه وإنها بالفعل شكلت فريق. وبيتفاجئ بطلنا من فعل ذلك بهذه السرعة. بتقول له ليو إن النقابة رتبت الأمر من فترة طويلة، وطلبوا مني تشكيل فريق مع لوجين ومو وو، وده لأن النقابة مفكرة إن توزيع أفضل المستيقظين على فرق مختلفة ليس جيدا لتصفية مدينة جي فينج. ولكن بيقول لها لا بأس، استمري في اتباع ترتيبات النقابة. بتقول له ليو وانت هتعمل ايه؟ بيقول لها ما تقلقيش ويمكنني فعل ذلك. وبيقول مع نفسه ان على الرغم من قول ذلك ولكن مفيش حد هيشارك معايا على الإطلاق. وهنا بيظهر تشانج وبينادي على بطلنا بالأخ المرتبك، وبيدعو ليون للانضمام لفريقه. بيتفاجئ ليون جدا من دعوته مع انه لم يكلمه من قبل، ولكن بيوافق ليون وبياخدوا تشانج عشان يقابل بقية الفريق. ومعانا عمنا أبو نضارة واسمه لينج، وهو تاني أغنى رجل في المدينة، ولو تشيانج جي ابن تالت أغنى رجل في المدينة. وفي اليوم التاني بيبيع ليون درع النجاة اللي حاصل عليه من الكلية مقابل 7500 عملة نقدية، واللي بيكون مبلغ قليل جدا ولا يمكن شراء أي شيء به، حتى الخيمة لا يمكن شراءها بهذا المال. ناهيك يا صديقي عن المعدات. وقتها بيلاقي فريقه بيشتري أغلى الأشياء، وبيشعر بطنا بالغيرة من ده تبا للفقر. وهنا بيخش عليه تشانج وبيقول له ليون لماذا لا تشتري شيئا؟ بيقول له ليون انت مفكر ان الجميع زيكم؟ بيقول له تشانج طب ماذا عن ضروريات زي السيارة والخيمة؟ بيقول له يمكنني الجري بدون سيارة وأنام على الأرض، لذا لا بأس. وهنا تشانج بيمسك إيد بطلنا وبيقول له لن أسمح بحدوث ذلك. وهنا بياخده من إيده وبيطلب من المركز التجاري جميع الدعائم لبطلنا، واللي كلفته 143 ألف عملة نقدية.
وكمان بيشتري سيارة لبطلنا. بالمناسبة، أعطيني واحدة من أفضل الدبابات. وبعدها بيشتري أغلى خيمة، واللي بيكون تمنها 6 مليون عملة. وبطلنا مصدوم من هذه الأرقام الخيالية اللي بيصرفها دون أي مبالاة. وبعدها بننتقل في الأحداث إلى النقابة. وقتها بيقول مو لصديقه لوجين: ما تعرفش أي أخبار عن ليون؟ إن كان هيشارك هذه المرة في التصفيات أم لا؟ بيقول له لوجين: معرفش. بيقول له مو: هذه المرة الأنسة ليو في صفنا، لما نشوف مين اللي هيكون معاه فريق. بيقول له لوجين: انت ليه مركز عليه؟ بس بيقول له مو: انا فقط لا حابب مظهره النتن، وهو من عائلة منخفضة، وانا اكره ذلك. وهنا بتظهر عربية وبتعدي من جنب مو. وهنا بيتفاجئ مو لما يلاقي ان ليون هو اللي في السيارة. وبيقول له مو: انت بتعمل ايه في النقابة؟ بيقول له ليون: لماذا انا في النقابة؟ اكيد انا هنا لاخذ بعض المهام. وعلى كل حال، معركة الترتيب هتكون في المدينة، وكل اللي عليك هو اختيار بعض المهام، وربما يمكن للمرء تنفيذها بسهولة. بيقول له مو: ماذا؟ انت انضميت اصلا لفريق؟ وهنا بيظهر الفريق الغني مع عربياتهم الفخمة. وبيقول له تشانج: احنا مستنيينك من فترة طويلة يا صديقي. وبيتفاجئ مو من هذا الفريق، وبيقول لهم: انتوا بتسموا ده فريق قتال؟ وازاي هتحارب الجيل التاني من الوحوش؟ هتحاربهم بالمال ولا ايه؟ وايضا عددكم غير كافي. ولكن بيقول له تشانج: ما تقلقش، انا حليت مشكلة الشخص الخامس من فترة طويلة، وهيكون هنا قريبا. وهنا بطلنا بيبص حواليه، وفجأة بتظهر بسرعة مع دراجتها النارية. وهنا بيتفاجئ لوجين، وبيقول إنها الطالبة الرئيسية في مدرسة فينج هو الثانوية، واسمها هو لينج شوانج. وبيقول لها تشانج: الأخت شوانج، مضى وقت طويل. بيستغرب ليون، وبيقول الأخت شوانج. وهنا بيقول لها لينج: أختي، أنت بتعملي إيه هنا؟ بيتفاجئ ليون، وبيقول له: أختك؟ مستحيل، لا يمكن أن تكون هذه جينات عيلتك. وبيغضب لينج من كلامه، وبيقول له: قصدك إيه؟ وهنا بيقول لها لوجين: يا أنسة شوانج، أنت من المدينة الخارجية، والتعامل مع شخص من مدينتنا يعد غشا، وهذا الأمر هيأثر على مدينة جي فينج بأكملها. ولكنها بتقول له: ما تقلقش، لقد انتقلت بالفعل إلى جي فينج. وهنا بيسأله مو إن كانت هذه المرأة قوية جدا. بيقول له لوجين إنها في المرتبة التانية كأفضل مقاتلة في أكاديمية فينج هو، وسمعت من كام سنة إنها أصبحت تلميذة لسيد قوي وحكيم، وفي جيلنا هذا يمكن القول بأنها مقاتلة من الدرجة الأولى. وبيقول لها تشانج: الأخت شوانج، لم أتوقع إنك هتساعدينا حقا، ودلوقتي الفريق كمل. وهنا شوانج بتمسك أخوها من وشه، وبتقول له: لماذا تتجنبني؟ وهل تشعر بالحرج؟ وسمعت إنك آخر من في صفك، وكنت هتموت، وأنا هنا لا أهتم بك جيدا. وهنا شوانج بتشعر بشيء غريب اتجاه بطلنا، وبتقول إن في شيء مختلف. وبعد أسبوع بتهبط القلعة، وبيستعد الجميع لمشاهدة المنافسة. وقتها كان مو بيفتخر بمهاراته في القيادة. وهنا الأنسة بتفكر مع نفسها إن كان ليون بخير أم لا، وإذا شكل الفريق أم لا، وهي قلقانة عليه. وهنا بتظهر السيارة خلفهم، وبتفاجئ مو من ده، وبيقول إن ده مستحيل، وأنا عدلت على السيارة بنفسي، ومفيش أي سيارة أسرع منها تقريبا، ومفيش حد في القلعة بيقود أفضل مني. وهنا السيارة بتقفز من خلفهم، وبتفاجئ مو إنهم ليون وفريقه. وبينطلق فريق مو للأمام بكل سرعة. وبعدها بيسألها بطلنا عن وجهتنا. بتقول له: يمكننا الذهاب لأي مكان يتواجد فيه وحوش الأبعاد. وهنا عمنا تشانج بيختار منطقة على الخريطة، ولكن بيقول له جي إنها منطقة وحوش الأقزام. بيقول له ليون: وحش ساحر القزم. بيقول له لينج إن ساحر القزم من أصعب الوحوش في منطقة نهر رام. بتقول لهم شوانج إنه لو كان وحش قزم واحدا فهو ليس قويا على الإطلاق، ويمكن القول إنه ضعيف جدا. ولكن المشكلة هي إن الأقزام مخلوقات اجتماعية، ولديهم قدر معين من الذكاء، ويكرهون البشر بشدة، ودائما يظهرون في مجموعات، وبيهاجموا مرة واحدة على العدو ولا يعطيناه فرصة للهرب. وعشان كده محدش بيذهب لهناك إطلاقا. وده معناه لو ذهبنا لهناك فهتكون جميع النقاط لنا. ولكن بيقول له لينج وجي في نفس الوقت: انت اتهبلت في دماغك ولا ايه؟
والذهاب لهناك قد يكون مميتا، وانت عايزنا نموت. ولكن بيقول له ما تقلقش، مش هيحصل شيء، واختك معانا ايضا. وهنا ليون بيسأل شوانج عن رأيها، بتقول له الامر متروك لك لتقرر هذا النوع من الامور. فبينطلقوا على هناك، وبعدها بيجهز تشانج نفسه بمعدات القتال، وجي بمعدات الصيد السيف القابض، ولينج بمعدات الدرع مع سلاح قاطع العجلة. وبيقول له جي، انت خايف من الموت لهذه الدرجة حتى اشتريت هذا الدرع ذو الدفاع الصلب؟ وهنا تشانج بيتفاجئ من معدات بطلنا، وبيقول له انت ازاي عندك هذه البدلة؟ انها بدلة معبد ملك الحرب، وهذه البدلة لا يمكن شرائها حتى بالمال. وبيتفاجئ بطلنا، وهل هذا الدرع بهذه الجودة حقا؟ وانا حتى لا اعلم من اين حصل ابي عليه. وهنا الاخت شوانج بتشعر بقدوم وحش، وبتقول للجميع ان في شيء قادم. وهنا بيتفرق الجميع وبيختبئوا. وهنا الاخت شوانج بتتواصل مع تشانج وبتسأله عن الوضع. بيقول لها تم العثور على الهدف، وهم كزمان، ويبدو انهم في دورية. بتقول له اتأكد ان مفيش وحوش تانية في الجوار. وبعد فترة بيقول لها تم التأكيد، لا يوجد اي وحوش تانية. وهنا بتقول للجميع بالاستعداد. وهنا الوحش بيلاقي قدامه مصاصة، ولكنه مش عارف ماهيتها، وبيكون مستغرب من هذا الشيء. وهنا تشانج بيهجم عليه وبيفجر راسه، وبيظهر ليون بسرعة خاطفة من خلف التاني وبيخلص عليه. وقتها كان الجميع بيشاهد كل تحركات الطلاب، وبيتفاجئوا من أداء طلاب مدينة جي فينج هذا العام. وبيقولوا إن العام السابق كانوا في المركز 1305، ولكنها الآن في أعلى 70. وإزاي أمكنهم الحصول على الكثير من النقاط. ونرجع لبطلنا، وقتها كان لينج مطارد من قبل مجموعة من الأقزام. وهنا بيقفز بطلنا الأعلى وبيهجم على أحد الأقزام وبيخلص عليه، وبعدها بيهجم على بقية الأقزام وبيقطع في واحد ورا التاني بسرعة خاطفة. وفجأة بيظهر كزمين خلف ليون، ولكن تشانج والأخت شوانج بيخلصوا عليهم. وبتقول له الأخت شوانج، أنت نسيتنا ولا إيه؟ وهنا بيحاول كزم الهرب، وبيقولوا لبطلنا بمنعه من الهرب وإلا هيبلغ القبيلة عنا. وهنا بيظهر جي وبيقول لبطلنا سأتولى أمره. وهنا جي بيرمي سيفه على الوحش وبيقسمه النصين، وتمت هزيمة موجة الأقزام. وبتقول له الأخت شوانج عمل جيد، وهذه المرة خلصنا على 30 أو 40 كزم، ودي كانت الموجة الرابعة من الوحوش، وأكيد سجلنا الكثير من النقاط. وهنا تشانج بيقول للينج لازم نضرب الحديد وهو ساخن، فاذهب واجذب موجة تانية من الأقزام ودعنا نفعلها مرة أخرى. ولكن بيقول له لينج نعم، أنت عايزني أكون طعم مرة أخرى، ودي المرة الخامسة وكنت هموت. بيقول له تشانج تمام، لو أنت مش عايز تكون طعم هخلي ليون يكون الطعم بدالك، وأنت اللي هتكون المسؤول عن قتلهم. بيقول له لينج لا لا مفيش داعي، أنا كويس كده. وبعدها بيذهب تشانج لعند الأخت شوانج، وبتقول له الأخت شوانج أنت قلت لي ليون كان مستيقظا من نصف عام. بيقول لها أيوة، وسمعت إنه أيقظ قوته قبل الاختبار بأيام. بتقول له الأخت شوانج 6 شهور من الاستيقاظ، كيف يمكن أن يكون بهذه القوة؟ وده غير طبيعي. بيقول لها تشانج أنا عارف إن ده غير طبيعي، وعشان كده دعوته للفريق. وهنا بيظهر لينج وبيقول للجميع بالاستعداد. وهنا الجميع بينصدم من هذه الموجة، وبيقول جي إنها مجموعة من الأقزام القادة. وهنا الجميع بيتراجع بسرعة. ويا ترى إيه اللي هيحصل في الأحداث القادمة؟ وانتظر الجزء القادم من حكاية ليون مستيقظ الظل. فلا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة هو الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وشكرا على المشاهدة وفي رعاية الله.